تروح تعمل تحليل مقاومه الانسولين هما اي ار، وتكون صايم لمده 8 ساعات. اول حاجه لازم تختار نوع نشويات معقده، لان معدل امتصاصها بيكون قليل، مش هترفع سكر الدم عندك، وبالتالي مش هتستفز هرمون الانسولين فيفضل عندك عالي، وده طبعا هيخلي المقاومه عندك تزيد. تاني حاجه ان الوجبه بتاعتك لازم تكون وجبه كامله، بمعنى ان هي لازم يكون فيها نسبه من النشويات تكون محسوبه طبعا، وتكون نشويات معقده زي ما قلنا، كمان نسبه من البروتين، نسبه من الدهون الصحيه، وكمان نسبه من الالياف. الالياف بتكون مهمه جدا، لازم كل وجباتك تكون كده. كمان ما تاخدش ابدا فواكه لوحدها، ما تاخدش لبن لوحده، ما تاخدش عصاير محلاه ابدا، او حتى عصاير فريش لوحدها. لازم يكون كل ده مع الوجبه او بعديها على طول، لكن ما ينفعش ابدا يكون لوحدها، لان كل ده هيرفع سكر الدم عندك بسرعه جدا، وده هيستفز هرمون الانسولين يطلع فيزود عندك المقاومه. وطبعا كل ما الانسولين يفضل عالي كل ما هتحس بالجوع اكتر. تحس بالجوع بالليل، ممكن تزود في العشاء بتاعك كوبايه زبادي، حط عليها معلقه من بذور الشيا ومعلقه من قشور السيليوم، وشرب بعديهم كوبايتين ميه، ده يحسسك بالشبع لفتره اطول. طبعا شرب الميه بيكون مهم جدا جدا. طبعا لو قدرت تمشي على صيام متقطع يكون كويس جدا، بيحسن من حساسيه الخلايا لهرمون الانسولين، وبيقلل من نسبه المقاومه. تقدر طبعا انك تلعب رياضه، على الاقل امشي كل يوم نص ساعه او ساعه بالكتير.